زمان لما كان حد يقول لك مسرح كنت على طول تفتكر عمل زي يوسف وهبي، نجيب الريحاني، فؤاد المهندس، تفتكر مسرحيات زي مدرسة المشاغبين والعيال كبر. لكن دلوقتي المسرح المصري بقى فين؟ ليه المسرح ما بقاش زي زمان؟ يلا بينا. المسرح شيء أقدم من اللي عقلك يتخيل، من أيام الحضارة اليونانية والمصريين القدام، بس ما كانش بالشكل ده. كان المسرح مكشوف زي المسرح الروماني، والمسرح أنواع، في التقليدي اللي أنت تعرفه والمعروف، والمسرح المتنقل اللي هو زي المسرح الشعبي، اللي هي الفرق الشعبية اللي بتمشي زي تحكي قصص بصورة غنائية، زي اللي كان موجود في فيلم الكنز اللي كان بيحكي عن قصة حسن التزيبة. والمسرح الحي دي حاجة زي الستاند اب دلوقتي، تفاعل بين الممثل أو المغني والجمهور مع بعض. وكان المسرح زمان وسيلة للتواصل بين الملك والشعب، بيحكي عن بطولاته في الحرب أو ترسيخ فكرة، زي المسرحيات الطقسية عن إيزيس وأوزوريس، واللي بتمثل كيف أعاد أوزوريس النظام لمصر، وإن الملوك أحفاد الآلهة. وده مش في مصر بس، يعني عندك الملك لويس ال14 الفرنسي كان بيدعم المسرح عشان المسرح يمجد في شخصيته. واللي فات ده يبين لك إن المسرح مش بس كوميدي، المسرح ليه أفكار كتير وليه طرق كتير للعرض، أدب وتاريخ وتراث وقصص رومانسية. ما كانش فيه كوميديا دايما. لكن في مصر المسرح الحديث بدأ مع القرن ال19 مع يعقوب صنوع، اللي كان بيقدم مسرحيات بتعكس قضايا المجتمع. الراجل ده قال عليه احمد عرابي ان الجريده بتاعته من اسباب جذب التعاطف الشعبي ليه. وفضل المسرح فتره كده، ومع ظهور عمالقه المسرح زي نجيب الريحاني وعميد المسرح العربي جورج ابيض، طور المسرح وبقى فن يعبر عن الناس. طب بعد كل ده انت ما قلتش ليه المسرح ما بقاش زي زمان؟ انا هنا كنت بحاول ابين لك ان المسرح مع كل عصر بيتغير مع ظروف مجتمعه اللي عايش فيها. في الخمسينيات والستينيات المسرح كان مصدر للترفيه الرئيسي للناس، كانت بتنتظر المسرحية بفارغ الصبر. لكن الزمن اتغير، ومع ظهور التلفزيون والسينما بعد كده السوشيال ميديا، الجمهور بقى بيدور على المحتوى السريع والمجاني. المسرح اللي محتاج وقت ومجهود ومصاريف ما قدرش ينافس. ابتدى هنا انهيار المسرح في مصر كان مدعوم من الحكومة بشكل كبير، وكان مدعوم من الوزارات، وكان في ميزانيات ضخمة للإنتاج. النهاردة الدعم قليل جدا، والمسرحيات بتتعرض في مسارح حالتها سيئة، وكتير منها حتى ما عندوش معدات حديثة أو تقنيات جذب من دعاية وإعلان، وده أسباب نجاح حاجات كتير دلوقتي. كمان النصوص كانت روح المسرح. الرواد زي توفيق الحكيم كتبوا مسرحيات خلدها الزمن، مسرحيات الأستاذ الكبير محمد صبحي اللي كانت دايما صاحبة رسالة واتجاه ثقافي. دلوقتي نادرا ما بنلاقي نص مسرحي جديد بقوة الماضي. والأزمة كمان إن المسرح التجاري بقى يعتمد على الإضحاك السطحي بس، بدل ما تقدم محتوى فكري أو ثقافي. ضحك عن طريق تنمر وإيحاءات وحاجات ما تنفعش تتعرض على المسرح، لأن المسرح ده شيء عائلي خاص بخروجة العيلة. ما ينفعش يبقى فيه أطفال وعائلات وستات قاعدين تحت بتقول حاجة زي اللي اتقالت دي. 6 8 10 مليون دولار في 3 دقايق. هل ده معناه ان لازم المسرح يكون ليه اتجاه او فكره؟ لا، عادي، في مسرحيات ملهاش فكره وبنحبها جدا، لكن ما تقدمنيش اسفاف على ان ده مسرح. انا ليه اخرج اروح مسرح وانا مضمنش هيعجبني ولا لا؟ ما انا اخرج اروح ستاند اب وانا كده كده ضامن ان هضحك، او اروح اكل في مطعم احسن. رغم كل ده لسه في امل. التكنولوجيا ممكن تكون مفتاح جديد للمسرح. تخيل المسرحيات تعرض اونلاين لجمهور واسع، تخيل ورش تدريبيه تعيد بناء جيل جديد من المبدعين. يعني مثلا عندك الاستاذ سامح حسين لسه عامل مسرحيه هي الاعلى ايرادات افتتاحيه في تاريخ مسرح الدوله، وانا عرفت ده لما شفته قاله في بودكاست ما اعلنش عنه او حتى في حد اتكلم عنه عن فيسبوك او سوشيال ميديا. وخلي بالك ده مش اي مسرح، مسرح الدوله ده وقف عليه ناس عظام زي يوسف وهبي واخرهم يحيى الفخراني في 2015، فده مش مسرح قليل. كمان المسرح منتج الممثلين الكبار. اي ممثل كبير بص على تاريخه هتلاقيه بدأ مسرح. اعظم ممثلين جم في تاريخ مصر كانوا اساسا ممثلين مسرح. فالمسرح المصري محتاج خطه ومحتاج حب ومحتاج جمهور زيك يهتم. المسرح هو أبو الفنون، هو مرآة المجتمع. لو ضاع المسرح جزء من ثقافتنا هيضيع معاه. خلونا ندعم المسرح لأنه يستحق حياة جديدة. ولو عندك ذكريات مع المسرح أو رأي عن الموضوع ده شاركنا بيه. ده كان وقتي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لو مش مشترك تشترك، وتبص بس على الانستجرام هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.